يصوم عاشوراء في الجاهلية، كانت تصومه قريش أيضا. فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه شكرا لله، صامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيامه. فالسنة أن يصام هذا اليوم، يوم عاشوراء، والسنة يصام قبله يوم أو بعده يوم، لما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ يوما قبله أو يوما بعده، وفي حديث آخر لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فهذا هو الأفضل أن يصام العاشر، لأنه يوم عظيم حصل فيه الخير العظيم لموسى والمسلمين، وصامه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن نصوم التاسع بنبينا عليه الصلاة والسلام وعملا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ونصوم معه يوما قبله ويوما بعده مخالفة لليهود. والأفضل التاسع مع العاشر، لحديث لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فإن صام العاشر والحادي عشر أو صام الثلاثة فكله حسن، لأن صام التاسع والعاشر والحادي عشر كله طيب، وفيه مخالفة لليهود. فإذا من صام الشهر كله فهو أفضل وأفضل.